منيس منيس يا منيس يا منيس جيبوا لي منيس يا منيس يا منيس. فوزي مرحب. السلام الله عليكم. والله العظيم انبسطت كثير عندما رأيت العدس، فهو أقدم من زريبة الجزائر التي تريد الانضمام إلى لا تقول زريبة دوري الجزائر لو سمحت سنة 1962 رحم الله والدينا. زريبة ما كانش عندك. والله هذا هو المصطلح المتداول عندنا في المغرب، لأنه بعد مقتل الشابين المغربيين يعني ما بقاش احترام هنا، ما بقاتش يعني تقدير، ولا انك تقول كدوله جاره. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. سؤال يا اخوي فوزي، سؤال، كانوا موجودين قبل شوي في البث ونهايته، ودي اعرف وين اختفوا فجاه، وين شوف اخي، هما كيعرفوا الحقيقه وما كيرضوش بالواقع. على بالك علاش الحكومه الجزائريه يعني سدات الحدود باش الجزائريين، الشعب الجزائري ما يدخلش ويشوف في المغرب فين وصل ويتحاسب معاهم. يعني يقول لهم شوفوا ها هو المغرب يعني ما عنده لا غاز لا بترول، وتبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. الموجودين سووا متابعه للحساب، سووا متابعه للحساب. تم اخي جسيم، تم. فوزي قالوها قبل. الحليب سميتو ما حس الديب هي بحزاق النعجه. العدس يا اخوان. اكيد. لحظه شوي، اخوي الجزائري سالني كم ثمن العدس، اروح اراويه ثمن العدس كم. وواحد النقطه باش نشيروا لها، هذا راه من اصغر الاسواق المتواجده في المغرب. يعني الاغلبيه ديال الشعب اللي كيمشيو ليه غير الناس الطبقه المتوسطه والفقير. فوزي تنزير 3000 درهم مغربيه هي 45 مليون ديالكم، افتح على دمك شويه. ثمن العدس مليون جزائري، مليون دينار، 15 درهم. يعني بالاورو 15 اورو. لا مو 15 يورو يا ابوي، هذا اورو ونص. 1 يورو ونص. ايوه لا اقل من اورو ونص. هذه النوعيه الممتازه. اقل من اورو اخويا. هذه النوعيه الممتازه، يقول الفرم حتى العدس الاحمر بعد نفس الشيء ما شاء الله، بالانواع والاشكال، الحين من يمين يسار وفوق مكان. ايه شوف الفينو، وريهم الفينو، يعرفوها؟ ما يعرفوها. وفينهم هما. هذا تحت واحد 3 تحت. خلاص زيادة عشان الجوال وين الاخوان الحليب؟ وين الحليب وين؟ اشوف ما شاء الله وايد ناس ماسكين طابور على الحليب، بس مو فاهمين دولة ثانية. انت وصلت الاجبان الحليب والمشتقات ديالو. الحليب ما شاء الله اللهم بارك. شوف واحد ما مسوق الحليب. كل شيء شبع الحليب الحمد لله. واحد كل شيء شبع الحليب. شوف البترول، شوف البترول والغاز عند المغاربه. والله يا اخي وين اللي سالني عن ثمن العدس يوم قلت له شوف المنافقين، يوم قلت له يوم راويت ثمن العدس اختفى فجاه. اكيد يختفي. اختفى ما حد. تعرف جاسم تعرف ان 3000 درهم مغربيه هي 48 مليون مالهم؟ راهو فارغ. وش يقول؟
عاد كاين في الثلاثة وراه وش فارق ما حد يشري. وش هذا وش يشتري حق شو هذا صاحي. انا والله كنت مواقف هذا نسيت ادفع ثمن يقولون جاسم سرق كيلو عدس. اخوي فوزي نعم سيدي. نهار القيامه غادي يشدوا هم الصف الاول من الناس اللي غيدخلوا في جهنم. والله يا اخي انا كنعرف بانه واحد مساله انه فوزي. نعم سيدي. العدس مكانه شهدوا. ترى كنت شايل لنا السياره ترى نسيت. شهدوا هذا هو لا 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 اكيد اكيد اخي اكيد عشان تبين 1940 لحظه شوي. ما شاء الله ما شاء الله. تشوفون التاريخ يا اخوان. جاسم اسم مغربي 22 قبل الميلاد. على بالك هذاك التاريخ هو فاش تاسس هذيك الشركه ديال النعيم سنه 1940 يعني بداو كيعلبوا الماده ديال العدس ولكن فوزي النعيم 1940 احسب قبلها كانوا حوانت صغيورين ما كانوش معروفين. واه يعني فوق بالثلاثينات ما ادري العشرينات كانوا هما. شوف بالنسبه صحي شوف التعليق اليوم بخلص من اسعار العدس ونصدم من الموضوع. قال جاسم اسم مغربي. خلصنا من جاسم اسم مغربي قال خليجي في بلادنا. شوف انا اقول لك المواضيع ذول بس شيء ثاني ما يعرفون. زين خليجي مغربي راك كنا خلقة الله سبحانه وتعالى خارجين من كل شيء واحدة. هو شوف اي شيء يصير بالعالم مؤامرة مغربية. ارتفع سعر العدس مؤامرة مغربية. الجزر مؤامرة مغربية. الزرودية مؤامرة مغربية. ما نقبلوا بكاس العالم مؤامرة مغربية. البريكس مؤامرة مغربية. اي شيء مؤامرة مغربية. يا ريال طلع منكر جديد عندهم الحين. الله المستعان. زين امس طالع واحد يقول لو انا شفت الله سبحانه وتعالى. شو رايك؟ والله وش قلت يا الشحي ما سمعت. اقول لك طلع منكر جديد عندهم يقول لك هم واحد منهم يقول لك هو شاف الله سبحانه وتعالى صار عنده ورجع سلم عليه. شايفنا لا مو بشي. شاف صوت يا جاسم. شايف الفيديو هذا. نقول يعني طلع عند رب العالمين. اسمعني الحين تسمعوني يا اخوان. لحظه لاني مريت على مكان فيه هذا. تسمعوني يا اخوان. اسمعك. ذكرتني يا الشحي براويهم شيء. لحظه اخوان ادعموا البث شيروا البث مشاركه البث. راويهم شيء. لحظه اتذكرت شيء عندهم المول فوق. اتذكرت ماركات عالميه ريستورات فوق مطاعم. مشاركه البث يا اخوان. اي والله العظيم عجبني التعليق حق اللي قال خليجي مسلم وليس فرنسي. والله العظيم عجبني التعليق هذا. عجبني. خليجي في بلادنا بس خليجي مسلم وليس فرنسي. كفو يا تايجر. كفو والله العظيم. لو انك شايلين العدس والله ما عندي حق عدس. يقفطوني هنا يقولوا جاسم سارق عدس. ما عندي ما بجوالي الا 12% اخي. فلازم اصور لكم شيء على السريع. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا شوف التعليق. شوف سبحان الله. يوم تشوف العلم الجزائري لازم تشوف صوبه حريم او اخت او ام او حرمه او شيء. اختلاط الجينات مصيبه. اختي مسلمه واخت اخوي الشحي مسلمه واخواننا كنا مسلمين. بس كيف حالك انت كيف حالك؟ مشاركة بس يا اخوان. نتابع موجودين. اقول لك جاسم تدخل عندهم لا تقول لهم السلام عليكم يقولوا لك سافا. شوف المنظر اللي المنظر اللي دخل ما يعرف يردك. شوفوا المطاعم بيتزا هات لا بريس. شوفوا الماركات هذه العالميه. وانا الجزائريين ودي حد منكم يعلمني وش الاسماء هذه. ما يعرفوها حتى يمشيوا لماما فرنسا. برجر كينج. اخوان الجزائريين من يربح المليون؟ برجر كينج اصلا في فرنسا مو موجوده بعد. تو مسوينه يمكن. من يربح المليون؟ الحق
من يعطي اخي جاسم جبتي ليهم سكته قلبيه. راح النت. مدينه طنجه الشعب ميت بالجوع. شوف قال الشعب ميت بالجوع. خذ ما شاء الله تبارك الرحمن. ما ودي اصور الكل. تشوف الزحمه هني. قال الشعب ميت بالجوع. انت اللي ميت جوع ابوي. انت ميت جوع ما شاء الله. الشعب زحمه ما بنزير ليش معصب؟ ليش حارق دمك حبيبي؟ تعال بابا اردك انا. تعال بابا تعال. تعال يا بابا. كانت ابوي مطاعم اتحداه يعرف الماركه ذي. ما شاء الله زحمه في كل مكان. وين كنا امارات مول يا اخي. جاسم اعتقد ما تعتقد مغربي ما مغربي فنزويلي. وين واحد اسمع واحد شي يقول لك زنيقة بوسبير من دويلات الخمارات. خلك منه. خلينا نشوف المناظر. اتحداكم يا اخوان المغاربه الجزائريين. من يربح المليون؟ من يربح المليون؟ خبرنا عنه يا اخي اخواننا الجزائريين، انتم ليش عندكم العنصريه في دمكم؟ يعني الحقد ليش هذا كله؟ من يربح المليون؟ يعطوكم تطعيم شو؟ واللي يقول لانهم من ابناء ام حسن. يقول اتحداك تكون في المغرب. لحظه فوزي لحظه شوي. اللي يقول اتحداك تكون في المغرب وش رايك؟ ايه عاش الملك. عاش الملك. وش رايك الحين؟ ظنكم المغرب 100 درهم. قول عاش المغرب. وش اسمه؟ خلاص بصير سيارتي لازم لان ما عندي نت. ما شاء الله البث انقطع بس. كريم يقول لك ملك فرنسي. لا ما وصلت سيارتي. والله اصول عربيه بحت من آل بيت. عربيه علويه. عربيه وعلويه من آل البيت. اسانسير السفر عبر الزمن. لازم الحق على السياره قبل لا يطفي الجوال. روح الله يرضى عليك. فوزي صوتك مو واضح ترى. عنده في الشارع يمكن هو. الله في حريم قدامي بعد كذي ما من آل الصهاينة. والله إذا أنت صهيوني شيء ثاني، أنا ما أعرف. شاك من نفسك؟ قال لك خويا مالك كاين واحد المثال قال لك جمل ما كيشوفش قعبوبه كيشوف قعبوب الناس، وانت قعبوبك طالقوا على الناس ما عارفش شنو كاين عندك. يا الشحي انت تناقش انسان ما يعرف ماكدونالدز. انت تناقش انسان ما عنده ماكدونالدز ببلاده. يقول كنا اوروبا. لا اوروبا كنا المغرب، مو المغرب كنا اوروبا. شو السيارات الفخمه اللي عندهم؟ والله كل شيء فخم، مو بس السيايير. كل شيء فخم هنا مو بس السيايير. لحظه شوي. انا فيني طبع ما اقدر اصور نوع السياره. فاهمني كيف؟ والله فهمتك. لازم احط الجوال بالشاحن. اوف يا اخي لو شايلين الكيلو عدس هذا ويانا كان زين. كنت حطيته فوق الطبلون هناك 1940. اي والله تاريخ صراحه، تاريخ جميل، تاريخ حافل بالبطولات، تاريخ والله. الثوره، ثوره العدس وحسن. الله المستعان. عاش حسن عاش.
هذا حسن لا يكون ابن ام حسن، لا يكون حسن شخصيا. لا شوف، شوف النظافه وشوف الاناقه، شوف شوف النظافه والاناقه والترتيب. قسما بالله يا اخي والله جاسم. يقولون جاسم كانك شوف انا اه انا درت البلدان العربيه كلها زين. قسما بالله يا اخي الترحيب اللي عندهم في المغرب غير. والله اي والله سبحان الله فهمت؟ العظيم. انا صرت عندهم هناك اقول لك. دخلت المطار زين على سنه كم؟ 2001 تقريبا. اول ما دخلت المطار ابغى اختم يسالني سؤال غريب يقول لي انت ليش جاي هني؟ كان اقول له كيف دافع من كيسك انا جاي هني؟ زين كان اقول اي له وين والله. المغادرون؟ والله صرت اقول لك رجعت حجزت لي تذكره مره ثانيه راجع على المغرب سيده. ايه انا صارت لي نفس السالفه، جلست 4 ساعات بمطار ابو مدين. 4 ساعات. يوم دخلت اقول لك يوم رجعت المغرب لا اول ما وصلت اختم شو قالوا لي؟ مرحبا بك يا اخونا في بلدك الثانيه. اي يلا والله. شوف فرق الترحيب. شوف فرق السيايير، الناس تستورد مرسيدس ما تستورد فيات. ايه بعد شو المغرب هذه بابا. المغرب ياكل حبه موز يصنع سياره. اي والله. عندهم فواكه غريبه في المغرب، على قولة الجزائريين يوم دخل عندهم الاسواق، دخل عندهم دراجون هذا في وين كم الاسواق الجزائريه. خدوش. فواكه عجيبه يقولون عنها. ايه هو اسمه دراجون ويقول لك هذا شو رمان. رمان كمل دراسته. ولا وهذاك الفاكهه الثاني يقول لك لا هذا عيال شو عيال اناناس. عيال الاناناس. اناناس صغير. اناناس تو مولود. أعوذ اناناس بالله. بيبي. استغفر الله. هذا نمونه ما يمشي، انت نفر سوي مسخره. انت نفر سوي مسخره آه. زياده. واحد قال لك مغربي ابوه خليجي واماراتي وابوه هندي بنغالي. والله اذا انت وش ابوك جاب بنغالي التغيير هندي يا واذا اخي؟ انت ابوك وش جاب سنغالي العدس انا ما اعرف عاد. وش جاب العدس لواحد ابوه تركي وابوه فرنسي وامه وغير هذا ما يخص. لا اهم خليه شيء اسمع انت. اسمع جاسم اه اسمع على الاقل اذا المغربي ابوه اماراتي زين مسلم. ولا خليجي مسلم عربي بنو فيه مو بابوه فرنسي. لا لا يا صاحبي، ولا لا لا لا. رايح هو بعد المغربي راه لقى ابوه وهو راه ما لقاش باه. كيقلبوا فرنسا انت ما عارف فين كيطعطع. يا اخي السيايير هم تحصل الا المرسيدس يا الشحي. انا ادور الفيات ذي وينها الحين؟ في انت وين؟ تعرف السياره الجديده الفخمه المغربيه نزلوها في المغرب. ايه اي وامس سامع عنها. كان امس كان مهرجان في الرباط. اللي هو مال ايه السيارات الفخمه الفيراري بوغاتي لامبورغيني روز. زين ايه مسوين مسيره امس طلعوا في شو اسمه في الرباط. ايه اسمه. انا شايف قبل ال80 السياره اوريدي الفيراري اعلنت عن سيارتها الجديده في المملكه المغربيه، اظني في مراكش او شيء. الفيراري شوف يمكن كاين حتى اللامبورغيني راه بس انا كاينه. اوريكم. شوف سياره الموظفين العاديين في المغرب هي احلام الشعب الجزائري، هي اللي قدامي حين هذه الدوستر. هي احلامهم، انا اشوفهم في الصفحات عندهم اللي عنده دوستر كان عنده تقول طياره خاصه او شيء. ترى ما يكلمك، ما يقول السلام عليكم في الدرب. اللي عنده السياره هذه اللي عنده هذه عند المغاربه ما يحبونها اساسا. تقول له دوستر يقول لك يا خصي، يقول لك هذه سياره بس حق المدينه وغيره وتي. ما يحبونها، يعني سياره هي تقضي الاغراض وغيره، بس المغاربه عاده ما يحبون السياره هذه. ايه يعني الناس اللي ما عندهم نظره تشويس عندهم السياره ذي ما يحبونها. بهذه هذه من احلام الشعب الهوكستاني. والله شوف اقسم بالله يا جاسم ان عندهم فراري وعندهم روز وعندهم رنج وعندهم في طبقه في المغرب زين ساحقه مثلا في الرباط في اماكن المدن الكبيره اخوي اسمع، عندهم انا السيارات عندي ترى. البيت، انا عندي البيت عندي تحت بيتي والله العظيم ان قيمه السيارات اللي تحت، وانا صادق واقسم يمينا قدام العالم ذوله والله العظيم لو حسبتهم يقدر يطلعوا لك يمكن قرابه برادو تقريبا.
برادة يمك. ايه هذا هو الموجود. ما اقول لك والله العظيم لو حسبت السيايير اللي عندنا بالجراج تحت بالبار 30 او 40 مليون دولار، لان الجراج من 4 طوابق. انا اباك السيايير اللي تصير بالتحت الناظور اغلب. جاسم، اباك تصير يا الناظور. ابوي شوف، هذول اصلا شوف من اباك تصير الناظور الناظور، شوف اغلبهم. شوف الفراريات اللي عندهم هناك والمرسيدسات، كميه غير يا طبيعيه. حبيبي تحت انا براويك الحين بلف لك بنفس المكان. لو ان في شبكه تحت والله العظيم انك تنصدم. تدري يعني الزمانات يوم كانوا صوروا يطلعون ونزلوا عندنا. عندك بالفيديو. ما احب اصور الفيديوهات ما احب اصور ايه. الفيديوهات. لازم الناس تشوف اقهرهم عن المباشر. لازم اعلم عن المباشر. لو حبيت تشوف السيارات الحقيقيه ديال المغرب، خرج بالليل، شوف مدينه الدار البيضاء، سير الكورنيش ديال عين دياب، طلع لطنجه. يعني كنتكلم لك كورنيش على عندي ناس. صرعوها الصراحه. عين دياب راه ولات تحفه. الحين حنا بحي عادي في طنجه. لو دخلت على الكورنيش، بتشوف شيء ثاني. بس الحين لو دخلت على الكورنيش بتشوف اشياء ثانيه، تشوف سيايير خرافيه. بس ولكن الحين بحياة الا مشيتي الناظور غادي تشوف سيارات اخرى. الا مشيتي الحسيمه بس الناظور صغيره. بس مثل طنجه. شوف انا صرت المغرب الشحي يعرفني، انا المغرب كامل زايرنا، اكثر عن طنجه ما في. لان كلهم السيايير اللي انت تشوفها في الناظور وتشوفها في مراكش وتشوفهم كل مكان، هذول طالعين من طنجه السياحه. مو باهل طنجه، انا اعرف لان اعرف ناس شخصيا، يعني اعرفهم معاشرتهم وغيرهم من اوروبا، بس اغلبهم مستقرين بطنجه. سيايير يبغى اخر لهم، موديل انت تشوف منه. اقول لك يبغى لهم اطلع لهم سيارتي هناك. ايه ما تشوف انت ذاك اليوم طلعت سيارتي بالبث يوم كنت الجماعه يقولون وش ذا. صورت لهم كان ابو السلطان موجود ترى. انا خذيت رنج روفر شيء حطيته هناك. خرافي. لا انا حطيت لهم شيء ثاني والحمد لله. تعرف كنت موجود ويا عثمان. ايه. تعرف ابو زعيتر صح؟ ايه عرفته. اي اعرفه. كنا موجودين وكان حتى هو سلم على الجماعه في البث. جاء زين. بالسياره يقول انت حقك ولا حقه. والله اشوف الهياط، البكاء تحت، العزاء في الشيراتون، النحيط، البكاء. هذا قبل لا يدخلون بريكس اللي جي. والله اخويا عبدو، شوف تي في هذا سميته خاصه يكون شوه تي في ماشي شوف تي في. الله يغبر لي ويصطف. اسمع سبحان الله. سبحان الله. كل واحد يدور انسان، يدور الشيء اللي يناسبه. شوف سبحان الله، من كثر القنوات المغربيه مو بشايفين الا شوف تي في هذه، لان قناه حتى المغاربه يسمونها قناه الصرف الصحي. لا تعرف انه يعطي معلومات مغالطه عن الواقع. كيف يعني؟ فهمت؟ كيف يعني جماجم؟ في تعاليق يضحكني يا اخي. وش معناه جماجم؟ انا كل يوم يا جاسم ربيعي يقول لي احمد انا اشوف قناه في اليوتيوب اسمه شوف تي في يا اخي مطلع يعني المغرب بطريقه مسيئه وانت تراويني فيديوهات غير عنهم يراونها. كان اقول له اي صح. قلت له انت عندك العقل والله ما عندك العقل. قال لي ايه؟ قلت سير جرب، سافر وشوف بعينك، ما يحتاج حد يقول لك. شوف، لان ليش؟ عشان تنشهر او يطلع موقعك لازم تصور الاشياء الخايسه، لازم تصور الاشياء السلبيه، لازم تصور الفضايح وتركض ورا شيء ورا شيء ورا شيء عشان لازم لا تطلع قناتك. لان شوف العالم مل من الحقائق، لازم اشياء مزيفه ولازم تمثيليات ولازم لماذا الخليجي يتزوج المغربيات؟ لان في مغاربه بعد، لان في مغاربه بعد متزوجين في الخليج عندنا عادي جدا يعني نسايب من سنين. جواب بسيط، لان في قرابه دم، وثاني شيء لان اشرف عن شوف حنا الخليجيين
زمان كان عندنا مشاكل مع ام حسن يوم هي خلفت عيالها، فما نقدر احنا نناسب حد وعندنا عداوه معاها من الزمان. فاهمني كيف؟ ام حسن سوت فينا المصايب. انا بخبرك شيء جاسم احسن من هالشيء. صح يسلمك والله ضحكتني. لان احنا طلعنا من عرق نظيف. ما اختلطنا باوروبا. اي صح ما اختلطنا. سلاله نقيه، سلاله نقيه. سلاله نقيه، ما فيها سلاله فرنسيه. سبحان اي والله صدق. انا لازم اخليك انت تجاوب، فاهم؟ الله المستعان. السبوت اليوم، السبوت زين ما شاء الله الكورنيش. عدسوني. وهما باش تعرف الكلاخ ديالهم بعثه جزائريه مشاو للبيت، مشاو للحج باش يحجوا وكيدعيو اللهم انصر الجزائر. على من غادي ينصر هذه الجزائر؟ مالها؟ لا مسوين فيديو 1 2 3 الجيري ما شيء يا اخي داخل بيت الله. انا الحمد لله. شوف انا الحمد لله بعدا زين. عندي المراه عندي محافظه قران وبنت من احد الفقهاء الله يرحمه، فهمتوني؟ ومعروفين. انا ما اخذتش وحده عندها اصل في فرنسا ولا جبتها من فرنسا، من الاخر جبتها من دارها من عندهم. يا المصيبه يا شيخ لو تعرف الاصل ابو ظبي تمام يمشي الموضوع. مرحبا ابو ظبي. شوف ابو ظبي اول ما يدش لازم قلب الدش ولا يدش ما ادري لين الحين ما ادري ابو ظبي اذا حرمه ولا رجال. لا ولد عارف انا ولد ايه لان شوف ابو ظبي اسم رجال اسم حرمه، ام القيوين اسم حرمه، راس الخيمه رجال والفجيره. المهم ما علينا. المهم فشو اسمه لو تعرف الاصل مو مشكله، بس الجينات يوم يختلطن ما تعرف الاصل. مثلا انت اذا ودك تتزوج من الدوله هذه من هوكستان مال بريكس، يعني الجينات مختلطه ما تعرف، يبغى تحاليل، يبغى دراسه مختبر لا تعرف الجينات وتعرف تقدر تتزوج. يعني الانسان ياخذ اصل. اذا انت تزوجت المغربيه مملكه معروفه على طول الزمن، يعني مملكه من قرون معروف اصلها من الموحدين المرابطين الامويين العلويين وغيره، وانت رايح لين محمد السادس، يعني الاصل معروف خلاص. الجينات ما اختلطن. بس دوله باكيت عدس اقدم منها جيناتها مختلطه تزوج منو يا ابو حي الله النعيم وحي الله باكيت العدس 1940 بعدها ب 12 اقول لك المصيبه امس انا اشوف في الاسامي العوائل اللي عندهم زين، عوائل حشرات اعضاء تناسليه زين، ابو كلبه ابو بغله ابو بغله ابو كلبه ابو نيف وثاني ابو جراد زين، سعيد قحيبه امك شيء. اللهم لا شماتة يعني جايبين رئيس اسمه تبون، هذا ما ودهم يقولون يعني حرف الطاء قالوا له قالوا تبون، بس اذا قريته بالانجليزي طاء طن. انت شفت الفيديو؟ اقول لك شفت الفيديو الجديد في اوروبا مغربي، ولد صغير زين، واحد جزائري يقول له انتوا في المغرب ما عندكم حاجه، قال له كون راجل بحالي وجي يهضر معي من بعد تعرف المغرب كان فيه رجال ولا لا؟ الله صح. بس على طاري الاسماء يا شحي، بس يعني شوف رئيس دوله اسمه تبون، بالعربي تقدر تقراها تبون وتمشيها علينا احنا العرب، بس اذا قريتها بالانجليزي تقراه كيف اضمن اني اقراه تاء وما اقراه طاء؟ يعني الحين عبد المجيد مشي الموضوع الزبده. اقول لك عند دوار الطويين عندنا شو مكتوب هناك منطقه وش كاتبين؟ صرب. لا شوف والوارك يقول لك عمي طبون، يقول لك هذاك عمي. المهم لا شمال هاي تبون راحت مثلا علي الحرام والنعم. انا لو مكانك كنت انتحرت من زمان على الاسمها. المترشح الجديد وش وضعه يعني الحين؟ هذا سعيد قحيبه. الحين ترى شوف انا حاولت اصفي نيتي وحاولت يعني يكون انسان راقي ولا اشمت في الاسماء. انت غير حرف القاف لكاف وريح عمرك. قحيبه ما يستوي، هذا تبون من لا دلاي جاسم
شوف بالقاف شويه قاصحه، اما تعطيها لا محل لها من الاعراب. بس هم يقولون المترشح من الاعراب، هذا يقولون المترشح سعيد. صدق هذا الامام يوم قال كل واحد ياخذ باله من لغاليغه. والله دولة العجائب، دولة العجائب صراحة. شوف انتم محظوظين يعني كمغرب، محظوظين انكم يعني عندكم جيران مثل شي، يعني تقدر ما يجيكم ملل. يقول لك الاماراتي ابوه هندي بنغالي سندي. والله لي الشرف صراحه، ولا اني اخذ ولا يكون ابوي انا نسبه فرنسي. اي والله. لحظه شوف الاسماء. شوف وين لازم اراويكم شيء. لا ما يصير. لحظه شوي. اول شيء الرئيس عبد المجيد تبون، الجنرال سعيد شنقريحه، عيسى البكاي، ياسين شم حزيقه، كمال عزيقه، ابراهيم القواد، عبد الحق مايح او اعوذ بالله، حربي دماغ العتروس، مليكه بندوده، سعيد قحيبه. وش الاسماء الغريبه ذي؟ اعوذ بالله. ومحمد شنقريحه. محمد شنقريحه، ابو نيف، ابو كلب، ابو بغله. وش ذا يا خرا؟ شنو هذا؟ اقول لك ما سمعت عن ابو حميره، ابو حيمر. لا. كان يربي حمار. لا. ابو حميره اسمه. لا والله. عنده محل شو اسمه يبيع فيه الحمير. انا مهتم رحم الله والدينكم بسعيد قحيبه. شيء ثاني لا تلعوزني يا اخي، لا تطلعني على الموضوع، خلني في سعيد قحيبه. هذا الرئيس المترشح بعد عمي تبون. بس انا اتخيل عمي تبون. جاسم، انا اتخيل هو صاير اجتماع في برلمان شيء في اوروبا هناك. لا شو بيقولوا له؟ قحيبه تعال. تفضل يا قحيبه. وانتم في النظر ديالكم احفاد ديال ام حسن ما هي الاسامي اللي غادا تكون عندها؟ راه هذه هي الاسامي اللي غادا تستاهل. شوف هي لعبه فرنسا صراحه. فرنسا لعبت عليهم عشان تخليهم دوم في مذله، يعني فاهمني كيف؟ ايام الاسامي في الاسامي العائليه مذله، يعني مذله يعني ما في لازم ابو كلبه، ابو نفس. صبر في واحد برد عليه واصل لي على زوري صراحه. مالك الهلالي جي الامارات عندنا هنا زغبه واحده من الرجال اللي في الامارات هتكفيك حياتك كلها. زغبه واحده. الله اضغط. والله في رجال الامارات قسما بالله علي العظيم زغبه واحده بس توصل لي انت هتكفيك حياتك كلها. زغبه. اعطيه العصير، اعطيه عصير في كاس كبير. زعزعوا. ودابا هنا فين كتشوف الوقاحه، وانه هو كيتناقش معاك، هو عارف الواقع ديالو وكيتناقش معاك، يعني كيخرج عينيه. راه هذه هي الخصال ديال الجزائري راه هكا داير. حنا راه رحم الله جلاله الملك المغفور له الحسن الثاني الذي قال ليعرف العالم من حشرنا في الجوار مع من حشرنا في الجوار. يعني ديجا كان كيعرفهم واش كيسواو. سبحان الله العلي العظيم، يعني الله يرحمه على هذه الكلمه. يعني انا كما قلت ملي دخلت لهذا اللايف قلت لكم راه زريبه، فعلا زريبه. يعني زريبه راه كنعنيو بها حديقه. شكرا بالضبط. هذا ماشي عندهم زريبه، هذا عندهم سميتو اش كيقول ليها حديقه حيوان ديال حمير. كينهقوا تماك، اللي يدخل عليه ينهق واللي يطلع منه ينهق، حالهم يتعودوا عليهم. حظيره. لا انا خلوه حديقه، جبتها بالرقي شويه. من اللي غيجوا عندي في الامارات انا خاصهم يعرفوا رجال الامارات والزغبه واحده تكفيهم العام كامل. اذا رئيسهم طلع واحد نهار وسب الامارات، عمركم شفتوا حاكم يقول لك انا ما سوقيش في رئيس الحكومه؟
هو هدر لنفسه. اذا رئيس الحكومه ما عندوش اسمه الصلاحيه انه يهدر. باش تعرفون هم متناقضين بينهم وبين بعضهم، واخر حاجه طلعوا يعتذروا. والله يا إخوان، لقد لعب فيهم النظام، يعني وكلخهم إلى واحد الدرجة ما تصورش، شوف إلى درجة أنه هو خلاهم أضحوكة العالم. يعني راه العالم كامل كيضحك عليهم. نعم سيدي. فوزي مالك هذا شنو قال؟ واش داروها لك اماراتي انت؟ ورا انت اول حاجه كتب العربيه بحال عباد الله. الصوت ونرجع نكمل لك يا مالك. لا الصوت راح. ايه ادري. ونرجع نكمل لك يا مالك. كتب العربيه بحال عباد الله وهضر بحال الرجال، وانت كداير بحال النقافات بالك تنقف علينا هنا وما عارف شنو كتقول. مثل محمد السادس. اه وقول له اشتغل على بلاده مثل محمد السادس. انت تعرف يا جاسم ان اغلبهم هناك عندهم حريمهم يشتغلون عليهم في اوروبا. وش حريم؟ يعني انت يوم تقول حريم لازم يكون في رجاجيل، فانت اول شيء تكلم اذا في رجاجيل وبعدها شوف موضوع الحريم يا الشحي، لا تلخبط بين الامور. ولا ويقول لك انا بصير اوروبا، لا يحصل واحده مثلا في اوروبا يسوي وياها علاقه حب ويسوي له عقد زواج وتزوج تمشي هناك واخر شيء ينكرها. ايه في لحظه شوي لحظه تكلم جوال. مسكين والله مالك، انا كاتب قافيه مسكين. حس الرجله ما عندكش. لا حول ولا قوه الا بالله. اجي نعطيك زغبه ديال المغاربه، يعطوك شي حاجه فيها القوه ديال الرجوله. مالك انت بوحدك برك تحارب وتكافح هنا داخل بيناتنا. ايش بغينا نطلع عليهم الحلويات ديالهم بحال كمارتهم وسخه اصلا. هيطلع شنو غيطلع لهم حلويات ديالهم؟ هيطلع لك شعرة البعر. قال هذاك الجزائري قال لك حمرن بعرن. جاسم راح الصوت ولا انت حاط ميوت؟ اوكي. لا انا محط ميوت خليك على اخوان هيثم انا جاي. اوكي. اخ والله ما نشوف يا عارف انا يا زهره، عارف الحلويات ديالهم قسما بالله شي حاجه كيضحك. كلمه عربيه بحال عباد الله ما عندهمش، حتى الهضره ديالهم قسم بالله ملي كيهضروا كيجيبوا لي التقيا. لا تغيري الموضوع يا الشحي، خليك على سعيد قحيبه المترشح الثاني بعد تبون. جاسم انا مشكلتي ما احب القحيبه. انا اتخيل مسؤول كبير شي يدخل في مكان يقولون يحيى قحيبه. والله شو نسوي؟ جاسم هذا بيخرب اخلاقنا الصراحه. جاسم بيصير صراحه بياخذ باقه ورد زين لحصوله على الانتخابات، ويحط حرف القاف في المداخل والمخارج. ما في لا كاف ولا قاف. انا اشجع سعيد قحيبه، انا اشجع عمي تبون، هذا سعيد قحيبه ما اشجع. لو بقطيعه الراس بعد. والله انا اشكر الحمد لله والشكر ان احنا عندنا اسامي عربيه بحت. فداله عمي تبون ولا هذا خايس الاسم سعيد قحيبه. اقول لك جهز له موس. شو ما في. اذا الاعلام يعني نكون انا افضل من الاعلام الجزائري يمجدون سعيد قحيبه، وانا ما اتكلم على سعيد قحيبه وش تقولون عيب وما عيبه، ما يخصني انا. هو اسمه زين عائلته.
اسمع عادي خلاص، عاش تلسامي وعاش سعيد قحيبه ولا عاش من خانه. انا لو مكانه يا جاسم تعال شو بسوي؟ شو بدور هالبلدان العربيه كلها ولا الاوروبيه، بشوف اعلى برج في العالم ولا اعلى جبل في العالم، لا بنقز من بيلس هناك من عليه، فوق. بيلس لا عليه. بنقز من فوق بموت. خلاص. 20 دقيقة أنا أطير في الهواء كذا لين ما أوصل الأرض أموت. أول شيء أخذ رحلة سياحية. انا لو مكان سعيد قحيبه بروح برج خليفه واطلع فوق جي وين المسمار وبيلس من هناك. افضل وخاطب العالم مع ان العهده الثانيه لعب تبون. هذا اسمه خايس، هذا سعيد ما احبه صراحه. ما قلت لك أنا حطوا اسمي في الانتخابات. شن قريحه ابو ريحه. شو ما قلت لك أنا حطوا اسمي في الانتخابات البرلمان. هناك ولا هني؟ لا هني في الإمارات. تستاهل. لا بس المصيبه اذا انت دخلت البرلمان يمكن تجيك فرصه وتجلس مع عمي تبون، وما احب الاشياء هذه. والله ما بصير أنا أصلا مو بحيا مو بوقته. ايه لا شوف الامور هاي حتى انا الوالد في الاشياء هذه ما احب. لا أنا ما حبيت أدخل صراحة لغرض معين. يحليلهم اللي شايلين هم الدوله. اي والله هم كبير يا ريال. هم انت ما تشوف همي انا عمي تبون وملعوز. لا انا عجبني الفيديو يا جاسم، يوم كان يتكلم عمي تبون قال لهم قتلونا لحظه اخوي رمزي، رمزي الحبيب، لحظه لازم اطلع اخوي رمزي لحظه يا الشحي. اخوي رمزي الحبيب هذا صديقي رمزي. اسمع والله العظيم هذا الشيشه حق البترول دوم في قران. اسمع لا احد يقول شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس اخي جاسم معك مليح بخير؟ كيفك؟ اسمع دوم المكان ذا تحصل فيه قران. كيفك؟ في الشيشه حق البترول دوم في الامارات ما سووها عندنا والله. دوم هذه يقولون ترى في سالت واحد يقول عمر شيشه البترول هذه قرابه ال 25 في المغرب. تتجول. احترم صوت القران يا رمزي. صوت القران يقول من ما شاء الله الله يزيدهم ان شاء الله يا رب. السن بالسن روح وقصاص. اي والله. هلا رمزي، هلا مرحب. بس بخير. تتجول؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. ايش اخبارك؟ لا بس بخير الحمد لله. وش انت صوتك شي ولا بس تمزح؟ لا امزح. يعني صوتك كذا كيوت كذا. ايوه زين يا مرحبا. كيوت والله. سلمي. تفضل يا رمزي تفضل. انت طلعتوا ذاك اليوم صح؟ نعم.